السلام عليكم. التناقضات المزعومة للقرآن مع العلم الحديث هي واحدة من أهم مصادر الإلحاد بالنسبة للشباب. العلم بالنسبة له يحتل مكانة مركزية مهمة، وشبهة التناقض مع القرآن عملت بمنطق الأبيض والأسود كالعادة. سنستعرض أهم التناقضات المتداولة التي يتحدث عنها الشباب. أولا، القرآن يقول أن الشمس تجري كما في آية والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم، وهذا برأيهم يناقض حقيقة أن الشمس هي مركز المجموعة الشمسية، وأن الأرض وكل الكواكب في المجموعة تدور حول الشمس. لكن هذا التناقض مفتعل تماما، وهو يستلهم من صراع الكنيسة الكاثوليكية مع غاليليو وكوبرنيكوس الذين قالوا أن الأرض وكل الكواكب تدور حول الشمس، إذ أن الكتاب المقدس يصرح في مواضع عديدة أن الأرض ثابتة. قرآنيا الأمر مختلف. القرآن لا يقول بثبات الأرض أو دوران الشمس حولها. الآية السابقة تتحدث عن جريان الشمس لمستقر لها، لا تقول أن الجريان يدور حول الأرض، ولا تقول أن الأرض ثابتة. قطعا هناك من فهم ذلك عبر العصور، لكن القرآن لم يقل ذلك لا صراحة ولا تلميحا. هناك آية أخرى يحاول بعض فهمها على أنها تدل على ثبات الأرض ودوران الشمس حولها، وهي وترى الشمس إذا طلعت. فالشمس هنا تطلع وتغرب، وهذا يعني برأيهم أنها هي من تتحرك وليس الأرض. لكن السياق واضح في أن كون هذا كله هو ما يراه الإنسان وليس الواقع بالضرورة، والشيء ذاته سينسحب على آيات تتحدث عن ذي القرنين الذي عندما بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة. هذا ما وجده وما فهمه وما رآه، ولم يقل النص مطلقا أن الشمس فعليا تغرب هنا أو هنا. كذلك هناك آيات مثل لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار إلى آخره من الآيات. هذه الآيات لا يمكن فهم منها أن الأرض ثابتة أو أن الشمس تدور حولها. أما جريان الشمس أو سباحتها في فلك مدار معين فهذا لا تناقض فيه مع العلم، حيث أن الشمس وكل المجموعة الشمسية تدور حول مركز مجرة درب اللبانة بسرعة 828 ألف كيلومتر في الساعة. أين التناقض المزعوم؟ لا يوجد في آيات القرآن، ولكن يوجد في فهم أشخاص خلطوا بين الفهم السائد في عصور معينة يوم كان يعتقد أن الأرض هي مركز الكون، وبين آيات قرآنية لم تقل ذلك لكن فسرت على نحو يجعلها مناسبة لمعارف العصر آنذاك. ويوجد أشخاص آخرون استغلوا هذا الفهم الخاطئ واعتبروا أن هناك تناقضا بين القرآن والعلم. سيقال في نفس هذا السياق أن ثمة أحاديث سيفهم منها هذا التناقض بوضوح أكبر، مثل حديث أبي ذر الغفاري في البخاري عن سجود الشمس تحت العرش أثناء غروبها. مع الأحاديث النبوية علينا أن نتعامل على نحو مختلف. القرآن ثابت بكل آية فيه ثبوتا قطعيا، وهو يوصف عادة بأنه قطعي الثبوت قطعي الدلالة. أما الحديث النبوي فأمره مختلف. لا أقصد هنا من ناحية الصحة أو ضعف، فحتى لو كان الحديث صحيحا فهو يمكن أن يكون حديث أحاد، وأحاديث الأحاد ليست قطعية الثبوت بل هي ظنية الثبوت، وهذا ما يقوله ويقره أهل الصنعة من علم الحديث. وهذا لا يعني أن الصحابي الذي نقلها قد كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أنه كبشر قد يخطئ في التبليغ، قد ينقل أمرا ما كما فهمه، أو يعبر عن أمر ما بكلماته هو وليس بكلماته عليه الصلاة والسلام حرفيا. هذا الأمر ليس اختراعا أو تجديدا أو شيئا أتيت به من عندي، هو أمر أقره علماء الحديث منذ قرون. أحاديث الأحاد ليست قطعية الثبوت، لكن علماء الحديث أيضا رغم أنه أشاروا إلى ظنية ثبوت أحاديث الأحاد وعدم قطعيتها، فهم أشاروا أيضا إلى أنها قطعية الدلالة. هذا مفهوم تماما في سياق أمور فقهية تشريعية أخلاقية، عن الوضوء، عن الصلاة، عن الأخلاق العامة إلى آخره. لكن توسيع ثبوت الدلالة رغم الإقرار بظنية الثبوت إلى أمور علمية ذات طبيعة مختلفة سيزج بمنظومة الحديث الشريف في مواجهة مع العلم الحديث. هل نريد هذه المواجهة حقا؟ أليس إصرارنا على قطعية كل شيء سيسهل للملحدين إيجاد ما يزعمون أنه تناقضات؟ كيف يمكن أن يبنى على حديث ليس قطعي الثبوت، ليس قطعي الثبوت، تناقض مع العلم الحديث بكل براهينه؟ بالتأكيد لا يمكن أن يبنى عليه تناقض، ولكن علينا قبل هذا أن نحل مشاكلنا مع فهم الحديث النبوي
أن نطور آليات واضحة لا تجعلنا في هذا الخيار الصعب الذي لا نريده، إما منظومة الحديث بأسرها أو لا شيء منها على الإطلاق. ثم بالنسبة للحديث السابق، ما الذي حدث المجاز؟ لماذا كل شيء يجب أن يفهم حرفيا؟ بالتأكيد الشمس تسجد لله رب العالمين بالضبط كما نؤمن أن الكون كله في حالة سجود، لكن بالتأكيد ليس السجود الذي له مظهر جسدي كما البشر، بل هو بالتأكيد في الخضوع لقوانين الله. ما دامت الشمس تدور ومعها كل المجموعة الشمسية حول مركز المجرة كما وضع الله لها هذا القانون، فهي في حالة سجود. التناقض الثاني الذي يتحدثون عنه هو عن مدة خلق الكون، حيث يقول القرآن أن خلق السماوات والأرض وما بينهما استغرق أياما 6 كما في آيات كثيرة، ولكن العلم الحديث استغرق حوالي 10 مليارات سنة إلى أن تكون دون حساب نشوء الحياة فيهم. التناقض واضح هنا. كان سيكون الأمر كذلك فعلا لولا وجود آيات قرآنية أخرى واضحة جدا تشير إلى نسبية مفهوم الزمن واليوم تحديدا كما في آيات كثيرة. إذن اليوم يمكن أن يكون 1000 سنة، يمكن أن يكون 50,000 سنة، يمكن أن يكون أكثر من ذلك أو أقل. التناقض بين مدة خلق الكون في القرآن والعلم وهمي تماما. الأيام ال6 هي رمزية لمراحل متتابعة مر بها الخلق، أو تقريب وتدريب لفكرة التراكم والتدرج حتى في الخلق. ويبدو أن نسبية الزمن غير مقدمة بوضوح في نصوص الكتاب المقدس عند المسيحيين، الأمر الذي جعل مدة خلق الأرض تشكل مواجهة بين الكنيسة والعلم، وهو أمر مستورد هنا في القرآن الكريم. التناقض الثالث هو عدم وجود دليل جيولوجي على أن الطوفان نوح قد غطى كل الأرض. نعم، ولا يوجد نص قرآني قال ذلك على الإطلاق، فنوح حسب القرآن كان قد أرسل إلى قومه فحسب وليس إلى كل العالمين. في 5 مرات أشار القرآن إلى ذلك، كما أن الإشارات إلى الطوفان لاحقا تتحدث عن عقوبات للظالمين والكافرين وهم قومه وليس كل البشرية، بل أن الآية التي تتحدث عن أرض وليس عن الأرض كل الأرض، وقيل يا أرض ابلعي ماءك إلى آخر الآية. ولا يوجد أي آية تقول أن كل الأرض تعرضت للطوفان، رغم أن كون الطوفان كان كبيرا لدرجة وصوله إلى الجبال أمر قد ذكر. على العكس من ذلك، الحديث في الكتاب المقدس عن كون الطوفان قد شمل الأرض كلها أكثر توكيدا وتكرارا، وهو أمر جعل الكتاب المقدس في مواجهة مع هذا التناقض. لكن استيراد الأمر إلى القرآن هو من قبيل تقليد التجربة الغربية. التناقض الرابع، لا يوجد أي أثر على القمر يدل على أنه تعرض لشق أو شرخ، وهذا يتناقض مع قول القرآن من شقاق القمر. رغم انتشار هذا الفهم لآية اقتربت الساعة وانشق القمر، إلا أن الكثير من العلماء يرون أن هذا الفهم ليس لازما، وهم بالتأكيد لا يكذبون الآية بل يعدونها جزءا من علامات يوم القيامة التي كثيرا ما قدمت في القرآن بصيغة الفعل الماضي، مثل آية وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا، كلها بصيغة الماضي. هناك أمثلة أخرى كثيرة جدا كلها تصور يوم القيامة عبر الفعل الماضي، وهو أسلوب قرآني يعبر عن أن هذا سيحدث فعلا كما لو أنه قد حدث بالفعل. التعبير عن المستقبل بصيغة الماضي لتأكيد أنه سيتحقق لا محالة. لا أحد يقول الآن أن نفخة الصور قد حدثت بالفعل، ولا أن جهنم عرضت فعلا. الشيء ذاته بالنسبة لانشقاق القمر. أما الحديث الصحيح الذي يقول من شقاق القمر، فهؤلاء العلماء ينظرون له على أنه فهم الصحابي، إذ لا يعقل في رأيهم أن تحدث معجزة كهذه دون أن يتحدث عنها غير صحابي واحد فقط هو عبد الله بن مسعود، بينما يتوقع أن شيئا مهما كهذا يتحدث به كثيرون ويبلغ الأمر معه حد التواتر. هذه علامة من علامات الساعة، لذا فالعلم بالتأكيد لم يجد دليلا على انشقاق القمر، لأنه لم يحدث بعد في رأي كثيرين. وهذا مرة أخرى ليس تناقضا مع القرآن، بل مع فهم معين للقرآن. التناقض الخامس هو دعوى أن القرآن يقول أن الأرض مسطحة. هذا التناقض مستورد أيضا من التجربة الغربية، بل هو مستورد من بعض المزاعم في التجربة الغربية، عكس ما هو سائد ومنتشر من أن الكنيسة كانت تقول أن الأرض مسطحة وأنها حاربت من يقول بكرويتها. هذا الأمر ليس دقيقا، ولم يكن بالمشكلة الكبيرة، لأن الكنيسة الكاثوليكية على يد توماس الأكويني في القرن ال13 ميلادي تبنت قول أرسطو بكروية الأرض. طبعا لم يكن الكل يؤمنون بهذا في القرون الوسطى، لكن الأمر لم يكن قضية كبرى،
والمعركة الحقيقية كانت في موضوع دوران الأرض حول الشمس. لكن لاحقا وفي وقت متأخر وفي حرب أعداء الكنيسة ضد كل ما له علاقة بها، أشيع أنها كانت تقول أن الأرض مسطحة. من المضحك أن تنتقل هذه الدعوة لتكون ضد القرآن، ومن المبكي أن بعض المسلمين اليوم يؤمنون بأن الأرض مسطحة. لماذا مضحك ولماذا مبكي؟ لأنه كان ثمة إجماع بين علماء المسلمين على كروية الأرض. ابن تيمية ينقل الإجماع على ذلك. ربما كانت هناك أقوال أو آراء أخرى لم أبحث عن هذا ولا داعي البحث عنه، ولكن الرأي كان منتشرا لدرجة القول بالإجماع، وسواء كان ذلك بسبب معارف منتشرة من زمن الإغريق أو تفاعل ذلك مع آيات مثل يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، فإن القول بأن الأرض مسطحة لم يكن في أي يوم شائعا أو ممثلا لما يفهمه المسلمون من القرآن. ماذا عن آيات مثل والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي؟ هذه الآيات تتحدث عن تمدد وانبساط جزء من كل كروي. الأرض منبسطة بمعنى أنها سهلة ممهدة وليس مسطحة في شكلها النهائي. ماذا عن الجبال إذن؟ نعم، 5% من الكرة الأرضية جبال أو 25% من اليابسة، وهذا لا يمكن أن يؤثر على معنى المد والتمهيد. يعتمد الأمر في كثير من الأحيان على الطريقة التي تنظر فيها للعلم والآيات. إن كنت قد حسمت أمرك وأجبت عن كل الأسئلة ولا تريد أن تؤمن، فأنت تبحث أصلا عن التناقض. بحثك محكوم بالحكم المسبق. إن لم تجد هذا التناقض ستطلب من القرآن أن يطابق العدد الأخير من مجلة نيتشر، وإن لم يحدث فستصرخ تناقض.